السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد، وإن شاء الله النهاردة مكملين في سلسلة الفيديوهات اللي ابتديناها من كام يوم، وهو إن إزاي تتكلم عن أي حاجة. بالمناسبة لو عندك اقتراح لموضوع معين حابب تتكلم فيه أو حابب نشرح قصة عنه، ممكن تكتب لنا تحت في الكومنتات إن أنت عاوز موضوع عن كذا، وإن شاء الله نعمل فيديو عنه. احنا اتكلمنا قبل كده عن ازاي تعرف نفسك، واتكلمنا عن الروتين اليومي بتاعك، والنهارده هنتكلم عن الروتين بتاع الاجازه بتاعك، يعني ازاي ان انت بتعمل ايه في يوم الاجازه عندك. فان شاء الله نتكلم عن ده النهارده بالتفصيل، وهنحلل النص زي ما حللنا النصوص اللي قبل كده. حابب افكرك ان في ملف PDF هتلاقيه في التعليقات، او هتلاقيه في الديسكربشن بتاع الفيديو. ممكن تحمله في النص مترجم، يعني انت مش مطالب انك تكتب اي حاجه ورايا. كل اللي انت مطالب بيه انك تسمعني وتردد ورايا في بعض الحاجات اللي فيها مشاكل. يعني كده كده احنا بنحاول نحسن الاكسنت المصرية او العربية عموما، يعني لاكسنت حد امريكي. تمام. وكمان بنحلل النص من ناحية اذا كان قواعد ومن ناحية كلمات. فبنعدي على النص كده ونقول كل حاجة فيه ان شاء الله، مش بالتفصيل الممل قوي، لان احنا لو قعدنا بالتفصيل الممل هنتكلم كتير قوي. فبنعدي كده يعني الى حد ما بالتفصيل بس مش ممل. وان شاء الله تستفاد وتخرج من سلسلة الفيديوهات ديت وانت محقق اللي انت عاوزه. بس كده بدون ما نضيع وقت، يلا بينا نبتدي. I'd like to tell you about how I spend my day off. I would like to tell you about how I spend my day off. I would like. هنا هو قال I'd like أو مكتوبة I'd like. I'd like to tell you. I'd like to tell you. I'd like to tell you. هنا I وبعد كده الابوستروفي وبعد كده دي، هنا اختصار لكلمة I would. وهنا قلنا would اللي هو عشان يعني يظهر الاحترام شوية، مثلا عشان تجبر اللي انت بتكلمه ان هو يسمعك، يعني فيها احترام شوية بدل كلمة I want. يعني هنا قال I would like to tell you about how I spend my day off. لو نفترض ان هو قال I want to tell you about how I spend my day off، الفرق في المعنى I want معناها انا عايز اقول لكم ازاي بقضي يوم الاجازة بتاعي، انما I would like معناها اللي هو اود ان اخبركم ازاي انا بقضي يوم الاجازه بتاعي. فكلمه I would like هي عشان تظهر الاحترام بس، او فيها يعني ادب شويه وانت بتتكلم. خلي بالك I would like to tell you tell you. صوت التي هو مش زي الته بالعربي عندنا، يعني احنا عندنا الته ما فيهاش همس، لكن ت I would like to tell you I would like to tell you. I'd like to tell you. دي حاجة اسمها يعني بيبقى في زي كده همس طالع معاك. I would like to tell you about how I spend my day off. Day off معناها اللي هو يوم الأجازة. Day off. Even on my day off, I wake up early, usually around 5 a.m. to pray Fajr. I make wudu, pray, and then sit quietly for a few minutes. Sometimes I read Quran or make adhkar. I love this peaceful time when everything is calm and quiet. After that, I usually rest again for a little while. Even on my day off. يعني بيقول لك حتى في يوم الأجازة بتاعي. Even on my day off. Even on my day off. I usually wake up early. I wake up early. wake up early معناه اللي هو يستيقظ، يصحى من النوم يعني. وفي فرق ما بين كلمة wake up early وهتيجي برضو كلمة get up معانا في النص إن شاء الله. بس أنا عايز أوضح لك الفرق ما بين كلمة wake up و get up. أنت ممكن تسمع الاتنين، يعني اللي هو I wake up early و I get up early. الفرق اللي هو مثلا أنا نايم دلوقتي والمنبه رن وفتحت عينيا، دي معناها إيه؟ دي اسمها I wake up اللي هو بس كده فتح عينيا. ممكن افتح عينيا واقعد العب في التليفون عادي جدا. لكن كلمه get up اللي هو خلاص بقى انا قمت من على السرير بتاعي. تمام. يبقى I wake up early معناه اللي هو انا فتحت عينيا، لكن مش لازم اكون قمت من على السرير. انما get up معناه اللي هو انا قمت من على السرير وبدات اشوف دنيتي عامله ازاي. usually around 5 a.m. يعني عاده حوالين الساعة 5، ممكن 5 5 و5 يعني مش لازم 5 بالظبط، يبقى around 5 a.m. to pray Fajr. to pray Fajr.
usually around 5 a.m. to pray فجر. بالمناسبة الصلوات، الأذكار، الحاجات اللي لها علاقة بالشريعة الإسلامية عموما اللي هي ملهاش ترجمة باللغة الإنجليزية بتتقال زي ما هي في اللغة العربية. ممكن الكتابة شكلها يختلف شوية، لكن النطق هو بتتنطق زي اللغة العربية بالظبط. يعني هنا to pray فجر، to pray فجر. يبقى هو بيصحى الساعة 5 الصبح عشان يصلي الفجر. يعني المفروض انت كمان تصحى الساعة 5 الصبح، او على حسب الفجر بيأذن عندك الساعة كام يعني عشان تصلي الفجر. I make وضوء، I make وضوء، I make وضوء، يعني اللي هو انا بعمل ايه؟ make وضوء اللي هو بتوضى. I make وضوء. Pray and then sit quietly for a few minutes. عايزك تاخد بالك من حاجة هنا لما تكون بتجمع شوية حاجات. تمام، لما تكون بتجمع افعال، يعني اللي هو مثلا انا باكل وبنام وبروح وباجي وبعمل، كل الحاجات دي بتتجمع كده مع بعض. ازاي بقى؟ شفت هنا بيقول لك I make وضوء، make وضوء، pray and then sit quietly. الفكرة ان هو لما تجيب فعل بتجيب الافعال ترصها كده ورا بعض، اللي هو مثلا I eat sleep كذا 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 كذا، وبعد كده في اخر حاجة انت عاوز تقولها تجيب قبلها and. يعني هنا هو قال لك بتوضى، بصلي، وبقعد، فهو قبل كلمة بقعد، قبل كلمة sit قال and. تمام، يبقى هو هنا قال I make وضوء pray، ما قالش I pray، ما قالش I pray تاني. تمام، يبقى I make وضوء pray and then sit quietly for a few minutes، وبعد كده بيقعد هادي كده لبعض الوقت، لشوية دقايق يعني. Sometimes أحيانا sometimes I read Quran or make أذكار. Sometimes I read Quran or make أذكار. احنا قلنا الحاجات اللي زي كده ملهاش ترجمة فبتتقال زي ما هي في اللغة العربية، وهنا كلمة أذكار هي بتتكتب بالشكل ده. ممكن تلاقيها بالشكل تاني على فكرة برضو، يعني ممكن تكتبها بالشكل تاني برضو عادي، بس ده المتعارف عليه يعني في الوسط الإسلامي اللي هم والناس اللي هي موجودة يعني مسلمة لكن مش بتتكلم اللغة العربية بيكتبوها بالشكل ده. I love this peaceful time when everything is calm and quiet. بيقول لك ان هو بيحب الوقت الهادي ده لما يكون كل حاجة بقى يعني هادية وهادية. تمام. I love this peaceful. I love، خلي بالك من كلمة love. I love this. I love I love this peaceful time. I love this peaceful time when everything is calm. خلي بالك من صوت ال L. Calm. When everything is calm and quiet. I love this peaceful time when everything is calm and quiet. And quiet. احنا قلنا قبل كده ان and مش بتتنطق and لما تكون بتتكلم بسرعة، فبتقولها بس وكأنها حرف ال N بس. يبقى I love this peaceful time when everything is calm and quiet. And quiet. After that, I usually rest again for a little while. خلي بالك من th that. After that, I usually مش usually ولا لا، خلي بالك من ال L. I usually rest. I usually rest again. I usually rest again for. I usually rest again for a little. I usually rest again for a little while. يعني اللي هو عادة بيستريح شوية، بيستريح تاني شوية من الوقت. For a little while. Around 8 or 9 a.m. I get up and start my day. I prepare a light breakfast, usually something simple like eggs, bread, and tea. After breakfast, I help at home if needed or do some light cleaning. I always try to be productive and not waste time. Around 8 or 9 a.m. يعني في الوقت اللي هو من 8 ل 9 الصبح، يعني حوالين الوقت ده. Around 8 or 9 a.m. I get up. خلي بالك احنا يعني هنا الوقت flexible شوية، اللي هو الوقت مرن شوية بسبب ان ده يوم اجازة. يبقى
هو كل حاجة يعتبر around، مفيش وقت محدد، يعني عادي اللي هو براحته بقى يعمل اللي هو عاوزه. Around 8 or 9 a.m. I get up. فاكر الفرق ما بين wake up و get up؟ النهاردة بقى أو دلوقتي في الفقرة ديتي معانا get up. I get up and start my day. Get up اللي هو خلاص بيقوم من على السرير and start my day. I get up and start my day. I prepare a light breakfast. I prepare a light breakfast. I prepare a light breakfast معناه لو أنا بحضر فطار خفيف. خلي بالك من كلمة prepare. I prepare a light breakfast. I prepare a light breakfast. يعني اللي هو بيحضر فطار خفيف. Usually something simple like eggs. Usually something simple like eggs. خلي بالك من usually صوت ال L فيها، خلي بالك من something صوت ال TH، خلي بالك من simple ال P، خلي بالك من eggs مش eggs eggs. يبقى usually something simple like eggs. Usually something simple like eggs. Usually something simple like eggs. يبقى عادة شيء خفيف زي مثلا البيض like eggs. Bread and tea like eggs, bread and tea. احنا في النصوص اللي بناخدها عادة بيكون وكأن شخص بيتكلم، فبالتالي كلمة like عشان بس تدي مثال، يعني اللي هو انا مثلا باكل حاجة خفيفة زي البيض ولا الخبز والشاي. يبقى usually something simple like eggs, bread and tea. After breakfast I help at home if needed. لو بيساعد في البيت لو لازم الأمر، يعني if needed اللي هو يعني لو لازم هو يعمل كده. I help at home if needed or do some light cleaning أو اللي هو يعني يعمل شوية حاجات بسيطة خفيفة كده اللي هي يعني ينظف تنظيف بسيط يعني. Or do some light cleaning. I always، خلي بالك من كلمة always. I always try to be productive and not waste time. يعني اللي هو دايما بيحاول ان هو يكون productive معناها منتج وما يضيعش وقت and not waste time. يبقى خلي بالك من كلمة productive. I always try to be productive and not waste time. I always try to be productive and not waste time. خلي بالك من كلمة برضو try. I always try to be productive and not waste time. Before Dhuhr, I make sure everything's ready so I can pray on time. After Dhuhr, I sometimes go for a walk or I sit in a quiet place and read a book or listen to an Islamic lecture. I enjoy learning more about my religion, especially on days when I have more free time. Before Dhuhr. خلي بالك برضو احنا قلنا الكلام اللي هو العربي اللي في الإسلام ملوش ترجمة باللغة الإنجليزية، فبالتالي بنقولها باللغة العربية. لو كنت بتتكلم مع شخص مسلم هو كده فاهم يعني ايه ظهر، يعني ايه وضوء، يعني ايه الكلام ده كله. انما لو كنت بتتكلم مع شخص مثلا امريكي وسألك يعني ايه ظهر مثلا، يعني هو غالبا هيكون عارف يعني ايه ظهر يعني. او لو انت بتتكلم عن يومك في يوم زي كده مثلا بتحكي له يومك اللي هو before ظهر ومش عارف ايه، هتقول له عادي it's a prayer time، ولا هتقول له ان دي صلاة احنا بنعملها، تمام؟ هتوضح له كده. يبقى ظهر before ظهر. I make sure everything's ready so I can pray on time. يعني اللي هو يصلي في الوقت. يبقى اللي هو بيقول لك بيتأكد بقى ان كل حاجة تمام، كل حاجة جاهزة عشان يصلي في الميعاد. So I can pray on time اللي هو يصلي في الميعاد. Pray on time يصلي في الميعاد بتاعه. و يعني خلي بالك من كلمة on time، خلي بالك من صوت ال TH في everything to make sure everything is ready so I can pray on time عشان يصلي في الميعاد. انت لازم تصلي في ميعادك، خلي بالك يعني لازم تصلي في الميعاد بتاع الصلاة. After ظهر بعد الصلاة بقى I sometimes go for a walk or I sit in a quiet place and read a book or listen to an Islamic lecture. يبقى بيقول لك I sometimes go for a walk اللي هو أحيانا بيروح يتمشى، أو or
I sit in a quiet place. In a quiet place يعني في مكان هادي. Or I sit in a quiet place and read a book. Read a book. And read a book or listen to an Islamic lecture. Or listen to an Islamic lecture. خلي بالك من كلمة lecture. Lecture هي مش lecture. هي مش lecture لا. هي lecture. Or listen to an Islamic lecture. يبقى هنا في الجملة ديتي خلي بالك من sometimes. I sometimes go for a walk. لو أحيانا بيتمشى. Or I sit in a quiet place and read a book or listen to an Islamic lecture. أو اللي هو يسمع محاضرة عن الدين يعني أي درس أي سلسلة هو متابع فيها يعني. I enjoy learning. I enjoy learning more about my religion. I enjoy learning more about my religion. يعني هو بيستمتع لما يكون بيتعلم عن دينه. I enjoy learning. خلي بالك من كلمة enjoy إن دايما بيجي بعدها الفعل في ing. يبقى I enjoy learning, I enjoy studying, I enjoy watching, I enjoy أي حاجة يبقى بعدها ing. I enjoy learning more about my religion. I enjoy learning more about my religion, especially on days. Especially on days when I have more free time. يعني خاصة في الأيام اللي هو عنده وقت فاضي فيها. Especially on days when I have more free time. خاصة في الأيام اللي هو عنده وقت فاضي فيها. Later I pray عصر, then spend time with my family. We might sit together and talk, or I might help with preparing food. I try not to get too busy or distracted because I want to keep my heart focused and calm. Later يعني معناها اللي هو بعد شوية بقى. يبقى later. I pray عصر. ما تقولش عصر. I pray عصر يعني قولها زي ما هي في اللغة العربية. Later I pray عصر. Then بعدين بقى spend time with my family. بيقول لك بعدين بقى اللي هو بيقضي وقت مع عيلته. Then spend time with my family. We might sit together and talk. يعني أحيانا بنقعد كده مع بعض ونتكلم. خلي بالك من كلمة might معناها اللي هي 50-50 اللي هو أحيانا كده وأحيانا كده. Or I might help with preparing food. خلي بالك من كلمة preparing. خلي بالك من الكلمة دي عشان صوت ال P فيها. I might help with preparing food. خلي بالك من صوت ال ing لو كنت نسيت احنا بنقولش ال G ها. Or I might help with preparing food. I try not to get too busy or distracted. اللي هو يعني بيقول لك ان هو بيحاول ان هو ما يكونش مشغول زيادة عن اللزوم. لما تحط كلمة to قبل الصفة معناها حاجة مش حلوة. تمام يعني too busy يعني ده over يعني ده حاجة over كده اللي هو يعني مش حلو يعني انت مشغول زيادة عن اللزوم لدرجة ان انت منشغل عن الناس اللي حواليك. يبقى I try not to get too busy or distracted اللي هو مشتت. شفت مثلا السوشيال ميديا بتعمله اللي هو مثلا انت بتكون بتكلم حد وفاتح التليفون بتاعك قاعد ماسك التليفون وبتلعب ومش عارف ايه وبتاع. فهي كلمة distracted اللي هو انت بيكون يعني مشتت ومشغول بحاجة تانية. تمام. I try not to get too busy or distracted because I want to keep my heart focused and calm. Because اللي هو لأن هو عاوز يعمل لأن هو يعني عاوز يخلي قلبه مركز وهادي كده صافي يعني. يبقى خلي بالك because I want to. خلي بالك لما نكون بننطق أو بنتكلم بسرعة كلمة I want to بتتقال wanna because I wanna keep
I wanna keep اللي هي بدل كلمة I want to بتتقال wanna keep. I wanna keep. I wanna keep my heart. هي خابك من كلمة heart. نطق heart اللي هي قلبك يعني because I want to keep my heart مش النطق التاني اللي هو في دماغك لا هي heart because I want to keep my heart focused and calm. كلمة calm جت تانية calm. When it's time for Maghrib, I stop what I'm doing and pray. After Maghrib, we usually eat dinner together as a family. We sit, talk, and thank Allah for the blessings He gives us. After that, I rest or read something light. When it's time for ده اللي بيقول لك لما يكون بقى وقت المغرب. When it's time for مغرب نطق برضه زي اللغة العربية المغرب تمام. When it's time for المغرب when it's time for مغرب I stop what I'm doing. يقول لك اللي هو بيوقف أي حاجة بيعملها and pray. أنت المفروض تعمل كده توقف أي حاجة أنت بتعملها وتصلي. I stop what I'm doing and pray. I stop what I'm doing. كذا مرة ركز على كلمة doing doing مش doing. I stop what I'm doing what I'm doing. I stop what I'm doing and pray. After Maghrib بعد الصلاة بقى we usually eat dinner together as a family. After Maghrib بعد المغرب we usually تاني usually بالمناسبة usually لأن احنا بنتكلم على حاجات في معظم الأحيان بتحصل. we usually يعني عادة بيحصل كذا. وهنا في القصة ديتي تقريبا كل الأزمنة المستخدمة هو المضارع البسيط بس لأن أنا بحكي عن حاجة بتتكرر بشكل دوري مش بتتكرر مثلا كل يوم لكنها بتتكرر مثلا يوم أجازتي اللي هو يوم أجازتي كل أجازة أنا بعمل الحاجات دي كل يوم أجازة أنا بعمل الحاجات دي. يبقى we usually eat dinner together as a family. We usually eat dinner together as a family. احنا بناكل العشاء مع بعض يعني بنتناول العشاء مع بعض كعيلة يعني. We sit, talk and thank Allah for the blessings He gives us. We sit, talk and thank Allah for the blessings He gives us. We sit يعني احنا بنقعد talk نتكلم and thank Allah نشكر ربنا يعني على النعم for the blessings He gives us. فاكر لما قلنا ان احنا لما نجمع افعال ولو كان الفاعل واحد يعني هنا المرة اللي فاتت لما جمعنا كان اللي هو بيقول لك I اللي هو أنا كنت بعمل كذا وكذا وكذا I make wudu pray and sit quietly. فاحنا كنا بنضيف الفعل بدون ما نقول and كل شوية تمام. فكنا بنقول I make wudu pray and sit quietly فاحنا بنجيب الفعل الأول وبعد كده الفعل الثاني والثالث والعاشر لو فيه وبعد كده بنقول كلمة and ونجيب آخر حاجة تمام. هنا برضو نفس الشيء لما قال لك هنا we sit talk and thank Allah. We sit talk and thank Allah. يقول لك احنا نقعد نتكلم ونشكر ربنا. يبقى أول حاجة فعل التاني وبعد كده قال and والآخر فعل. We sit talk and thank Allah for the blessings. كلمة blessings معناها اللي هي النعم اللي ربنا أنعم بها علينا يعني. We sit, talk and thank Allah for the blessings He gives us يعني النعم اللي ربنا أعطاها لنا. After that I rest or read something light. بعد ما نقعد بقى كده ونشكر ربنا بقى الحمد لله. After that بعد كده I rest or read something light. بيستريح ده يوم أجازة يستريح حقه. or read something light أو إن أنا بقرأ حاجة خفيفة مش بقرأ حاجة معقدة لا حاجة بسيطة كده شوية. يبقى I rest or read something light اللي هو something أبقى من صوت ال TH وال ING مفيش G. Finally I pray عشاء and before sleeping I make some dua and ask Allah to forgive me and guide me. I try to sleep early so I can wake up fresh the next day. Finally I pray عشاء يعني أخيرا بقى في آخر اليوم I pray عشاء اللي هو صلاة العشاء. I pray عشاء. إحنا لو خدت بالك النهاردة
ان هو بيقول مثلا I pray وبعد كده اسم الصلاة عادي، اسم الصلاة العربي I pray فجر، I pray ظهر، I pray عصر، I pray مغرب، I pray عشاء، I pray عشاء. And before sleeping وقبل النوم and before sleeping I make some دعاء تمام. I make some دعاء and ask Allah to forgive me and guide me. and ask Allah اللي هو يعني بيطلب من ربنا ان ربنا يسامحه. forgive me ان ربنا يسامحنا جميعا على كل الذنوب اللي احنا عملناها. يبقى and ask Allah to forgive me اللي هو ربنا يغفر لي. to forgive me and guide me ويرشدني يعني للطريق المستقيم. and guide me اللي هو يعني guide حد اللي هو يرشد تمام. يبقى and guide me اللي هو يرشدني، ربنا يرشدنا جميعا للطريق المستقيم. forgive اللي هو يغفر. I try to sleep early so I can wake up fresh the next day. بيقول لك ان هو بيحاول ينام بدري so I can wake up fresh عشان يصحى تاني يوم نشيط كده لصلاة الفجر so I can wake up fresh the next day. I try to sleep early so I can wake up عشان يصحى. فاكر الفرق ما بين wake up و get up؟ wake up اللي هو يفتح عينيه كده ويصحى، انما get up اللي هو يقوم بقى من مكانه. so I can wake up fresh the next day. في كلمة the next day ما تنطقهاش the next day، لا يعني هو ال T وال D صوت واحد تقريبا، يعني في فرق بسيط. بس انت تقولها the next day وكأنها حاجة واحدة بس، يبقى the next day اللي هو تقولها دي واحدة بس تمام. ما تقولش the next، ما تقولش the next وبعد كده day، ما تقولش the next day، the next day. so I can wake up fresh the next day. I try to sleep early so I can wake up fresh the next day. My day off is simple but full of peace, worship and time with loved ones. It helps me feel closer to Allah and gives me energy for the rest of the week. My day off is simple يعني يوم اجازتي بسيط مش معقد، اللي هو كل حاجة كده بتبقى flexible مرن، اللي هو كل حاجة كده يعني براحتي. My day off is simple but full of peace يعني اللي هو ممتلئ بالسكينة والهدوء. كل صلاة فطبيعي يعني. But full of peace. worship اللي هي العبادة كلها تمام. يعني كل حاجة لها علاقة بالعبادة اسمها worship. But full of peace, worship and time with loved ones. time with loved ones معناه اللي هو وقت مع الناس اللي بيحبهم، مع عيلته. And time with loved ones, it helps me feel closer to Allah and gives me energy for the rest of the week. معناه it helps me يعني هو اليوم ده عموما الداي اوف ده بالروتين بتاعه اللي هو ذكره ده اللي هو ممتلئ صلاة وعبادة وقراءة وان هو بيطور نفسه. يبقى my day off is قال لك ان هو it helps me feel closer to Allah، يبقى ان هو بيشعر ان هو قريب من ربنا في اليوم ده. and gives me energy وبيديله الانرجي اللي هي القوة او الطاقة لباقي الاسبوع. and it gives me energy for the rest of the week. وده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون عرفت تقول ازاي بتصلي الصلوات بتاعتك عموما، يعني الاذكار ضاف لك حاجه جديده من ناحيه كلمات نطق، حاجات اللي هي لها علاقه، حاجات بسيطه. هو في الاول كده بس الموضوع بسيط لان القواعد اللي فيه بسيطه فبيتكلم، بس احنا لسه يعني في البدايه ان شاء الله مكملين للاخر. زي ما قلت لك لو عندك اي اقتراح لموضوع معين اكتبه لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هنعمل فيديو عنه بعد الانتهاء من الكام فيديو اللي هم في دماغي الاول، وبعدها ان شاء الله ممكن نعمل مواضيع تاني اكتر ونوسع الموضوع. حابب افكرك ان في ملف PDF ان شاء الله هيكون موجود سواء اذا كان في الكومنتات او في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بس كده اتمنى تكون استفدت، يعني ادعي لي ان ربنا يهديني وربنا يوفقكم ويصلح حالنا وحالكم.
بس كده، وشكرا مشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.